سادة فعاليات المجتمع المدني بالسمارة، في هذا الحفل حفل توديع وتكريم السيد محمد سالم السلطي العامل السابق لمدينة السمارة، الذي تتشرف جمعيات المجتمع المدني بالإقليم بتنظيمه هنا. في البداية كلمة يلقيها السيد رئيس الجمعية الإقليمية لمربي الإبل بالسمارة. سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باسمي الخاص ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجتمع المدني، في البداية سيد العامل نهنيكم بالتوفيق المولوي الذي حظيتم به، وأهني كذلك ساكن هذه المدينة، وأهني المجتمع المدني. وعليه فإن المجتمع المدني يشكركم سيد العامل على ما قمتم به من دعم مادي ومعنوي بالنسبة لجميع المجتمع المدني بهذه المدينة. وإن المجتمع المدني سيد العامل إقليم السمارة والسيد العامل حاليا إقليم يوسف المحترم، نهنيكم كذلك ونجدد لكم التهنئة، ونتمنى لكم مستقبلا زاهر وغني بالاستقرار وبالنجاح إن شاء الله. ونشكركم على بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. سيد العامل المحترم، سيد الكاتب العام، أيها السادة والسيدات المحترمين، في لحظة عصيبة وحرجة كهاته تختلط فيها العبارات وتتزاحم الكلمات وتتباين النبرات ويثقل وقعها على اللسان. لا يسعني سعادة العامل المحترم ابن الصحراء البار باسم خاص ونيابة عن فعاليات المجتمع المدني بالسمارة إلا أن نعبر لكم عن امتناننا الكبير لشخصكم الكريم وشكرنا العظيم نظير ما قدمتموه من خدمات جليلة للإقليم همت قطبه الاجتماعي والاقتصادي، وذمنت موروثه الثقافي المادي واللامادي، وأحيت الماضي المجيد للسمارة كحاضرة دينية وعلمية للأقاليم الجنوبية. وما الإنجازات التي تحققت خلال الولايتين السابقتين التي أمضيتموها بين ظهراننا من مشاريع تنموية رائدة ركزت على البنى التحتية للإقليم من خلال البرنامج الإقليمي للتأهيل الحضري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج الحكومية التنموية بالسمارة، وما بذلتموه من مجهودات جبارة من خلال المقاربة التشاركية البناءة سواء مع الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية، وبالخصوص المجتمع المدني في كل كامل متكامل أرصيتم صرحه الشامخ بجدارة واستحقاق. أرصيتم صرحه الشامخ بجدارة واستحقاق، وأعطيتم مثالا للحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للمرفق العمومي والإدارة الترابية، وكرستم المفهوم الحقيقي للسلطة القرب لحلحلة كل المشاكل وهي شتى، خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاقتصاد التضامني.
ووعيا منا كمجتمع مدني بما آل إليه الإقليم وما تحقق في عهدكم سعادة العامل المحترم من طفرة نوعية مشهودة هرولت بالمدينة إلى مصاف المدن السائرة في طريق النمو، إنما بموجز العبارة بصمة خاصة لممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أبى إلا أن يعيد الإسمار صيتها وسمعتها كحاضرة دينية وعلمية للأقاليم الجنوبية. أختصر سعادة العامل المحترم لختم كلماتي هذه القليلة جدا في حقكم مراعاة للسقف الزمني المحدد لحفل هذا التوديع، وكلنا حسرة وأسى على مقادرتكم لنا لكننا كلنا فخر وسعادة بأنكم حظيتم بالثقة المولوية الكريمة بتنصيبكم عاملا على إقليم اليوسفية، ونحن جميعا نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسؤدد في مهمتكم الجديدة. ونحن كمجتمع مدني إذ صفقنا لكم بحرارة لحظة تعيينكم على إقليم السمارة، فإننا اليوم نصفق لكم مرة أخرى وبحرارة مضاعفة، وفي قلوبنا باقة محبة خالدة، ولسان حالنا يقول وفقكم لما فيه خير الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. النسوية نحييك الأعمال اللي عدتنا في سمارة، كما فتحت لنا العمل الجمعوي، خليت حتى في العمل النسوي انه يعتمر هذا العمل ويخدم ويشتغل، ونشكرك كبارة والله ما تعمل يعني نقول شنو اسمحوا لي. صح. نيابة عن الإبان الحفظي السيدة محجوبة عبيد. عن الموظفين وعن السلطات المحلية وعلى الإعلام.
يقول الشاعر نوف بلال الذي تعذر عليه الحضور: الحزم والعزم والإخلاص للوطن ذي كلها اجتمعت في العامل الفتن، ما كل منطقة إلا وكان لها كالأسد يوم الوغى ذي حمية البدن، زانت به طرقا ضوءا مدينتنا ماء وأرصفة ريحانة الوسن، قاعتها العبة دعما لناشئة في الشرع كلية رأيا على علن، قد يذكر البعض من آلائه رزما والآن أسردها طرا من الشجن، أبا محمد عذرا إن لم ألم بها، والآن أبا محمد عذرا إن لم ألم بها، فالحي يذكرها في السر والعلن، كانت مدينتنا أنقاض مرحلة واليوم عاصمة للعلم والوطن، حان الوداع أيا شهما ويا بطلا، رعاك الله من شر ومن فتن، رعاك الله من شر ومن فتن. صوفيا لتكريمه هناك وصلة الرحيم معه هناك كذلك، فأترككم مع محمد محمود بلال ليعرفكم على من هم. المفاجأة إنهم وداد أسمارة لكرة اليد، عرفانا بما قدمه السيد محمد سالم السبطي العامل السابق لمدينة السمارة والعامل الحالي لإقليم اليوسفية لهذا الفريق المتميز. والعودة إلى الشعر كذلك والكلمة الطيبة، وهنا مع السيدة خديجة العبيد لإلقاء قصيدة. يقول مودع وطلوع الدرجة يا السبطي يا العامل الذي ما تجبر للدرجة حرجة، طيبة من الطيبة من الطيبة. يقول السمارة وقت انك جيت ما قط على حد تمغنيت، ولا قط جبرناك تخليت عن واجب حسيب ونسيب، سياني فيك التوليت من هالبعيد والقريب يا السبطي، من يوم انك جيت للناس صديق اللي هو حبيب، تتحمجت وتحمجيت تحمجت وتحمجيت للناس وفي الناس بلا عيب، مودع لطلوع الدرجة والملك عطاك الوسام اللي بيه صبحت القدام، ورضيته يا كبير التخمام بالعهد ما فيه، رضيته يا كبير التخمام بالعهد ما فيه السربيب، ومثلت تمثيل الحكام بالحكم اللي ما فيه عطيب، ومنين اللي راد القسام مشيت وما خليت شيب، من وراك ولا فم عظام مازال قدام الترحيب مودع.